بيبدأ مسلسلنا مع واحد اسمه هاكان اللي بيكون قاعد هو وصاحبه في بيت الاتنين بيقسموا ايجاره عليهم، وبنعرف ان هاكان مالوش عيلة لان ابوه وامه ماتوا، وان اللي رباه واحد صاحب ابوه وهو من ساعتها اعتبره ابوه. وبيروح هاكان بعد كده يصحي صاحبه اللي بيكون اسمه ميمي علشان يلحقوا يروحوا المشوار اللي هم رايحينه. لما بينزلوا بيكون هاكان محبوب بين الاطفال اللي موجودة في المنطقة، والاتنين بعد كده بيروحوا لمكان في مدينة اسطنبول، وهناك بيكونوا بيدوروا على محل يأجروه علشان يفتحوا محل البيع التحف. وهم واقفين بيقول هاكان لصاحبه ميمي ان المحل ده قصاد شركة رجل الاعمال ادريم اللي ميمي بيكون حبه جدا. وبعد ما بيخلصوا كلام بيمشي هاكان علشان يروح لابوه، وهو ماشي بيقابل واحدة ست وبتقول له كلام غريب زي انت لازم تواجه مصيرك قبل ما يجيلك. وهنا بيكون هاكان مش فاهم اي حاجة وبيسيبها ويمشي، ويروح بعد كده لابوه بيقول له على اللي هو عايز يعمله هو وصاحبه، بس ابوه بيقول له ان ده تالت مشروع يفكر يعمله هو وصاحبه ودايما بيفشلوا. وبيقول له ابوه انه مش هيقدر يساعده في الفلوس مرة تانية لانه ساعده في مشروع التليفونات، والمشروع ما كملش اسبوع وراحوا خسروا فيه كل حاجة. بس هاكان بيقول له ان المشروع ده المرة دي هو درسه كويس وهيحط فيه كل الفلوس اللي معاه ومحتاج منه بس مساعدة. بس برضه ابوه بيقول له اقفل على الموضوع دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم فيه بعدين. وبيطلب منه ابوه انه يوصل سجادة لزبونة، وبيروح هاكان يحط السجادة في العربية وبيلاقي الازاز اللي ورا مكسور وبيحاول انه يصلحه، وهو واقف بيلاقي ولد صغير بيجري بسرعة وبيعرف انه سرق حاجة من الناس، وبيمسكه هاكان وراح قايل له انه لو عمل كده تاني هيروح يبلغ عنه البوليس. في اللحظة دي بيجي الراجل اللي مشغل الواد الصغير وبيقول لهاكان انه يبعد عن اللي مشغلهم والا هيموته. يروح بعد كده هاكان للبنت اللي هيوصل ليها السجاد، وبنعرف انه طلع عارفها وانها مسافرة النهاردة. وبعد ما بينزل من عندها بيلاقي كتير من الناس طالعين يعملوا مقابلة شغل، فبيروح هاكان يسأل واحد فيهم على الورق يقدر ياخده منين، وبيروح علشان يملاه ويطلع يعمل المقابلة. بننتقل بعد كده لأدريم رجل الأعمال اللي بيبقى مشهور في اسطنبول بأعماله الخيرية، وبنشوف أدريم نازل من الطيارة بتاعته علشان يلحق مناقصة كبيرة على مكان اسمه أدريا صوفيا، وبيكون مستنياه السكرتيرة بتاعته اللي بيكون اسمها ليلى. وبيروح بعد كده أدريم للمكان وبيقول للراجل اللي شغال معاه انه يتوقع يكسبوا المناقصة دي، فبيقول له ان شاء الله هنكسبها. وبيجي بعد كده واحد اسمه جردان وبيقول لأدريم انه بيحب يقابله جدا، بس مش بيحبوا يقابلوا وهم بيتنافسوا على حاجة. فبيرد عليه أدريم وبيقول له انه بيتمنى الخير للجميع وان الاصلح هو اللي هيكسب ان شاء الله. نرجع بعد كده لهاكان اللي بيخش يقابل ليلى سكرتيرة أدريم، وبتقول له انه مش هينفع يشتغل معاهم لان السي في بتاعه مش حلو. فبيقول لها هاكان انه عنده طموح في انه يشتغل اي حاجة في الشركة علشان يقدر يفتح المتحف اللي هو عاوزه. وبيقول لها ان أدريم زمان كان زيه كده وكبر نفسه بنفسه. بس برضه ليلى مش بترضى وبتروح قايله له ان المقابلة انتهت، وبيتضايق هاكان من ليلى وبيقول لها انه هيبقى يوريها في يوم من الايام هو هيبقى ايه. هو نازل في الاسانسير بيشوف هاكان بنت صغيرة هتقع عليها حاجة من فوق، فبينزل بسرعة وبيروح ناقص البنت قبل ما تحصل لها اي حاجة، وكل اللي في الشركة بيقعدوا يسقفوا ليه، وبيكون أدريم شاف كل اللي هو عمله. اما بيرجع بعد كده هاكان لابوه بتيجي واحدة اسمها سوزان وبتطلب منه انه يجيب ليها قميص قديم من ايام العثمانيين، انها مستعدة تدفع ليه الفلوس اللي هو عايزها. وبيكون ابو هاكان معاه القميص، ولما بيجي هاكان يقول انه شاف القميص قبل كده، بس ابوه بيقول له لا، وبتروح الست دي مديه لهاكان الكارت بتاعها علشان لو لقى القميص يبقى يكلمها. بيروح بعد كده نشوف الراجل اللي شغال مع أدريم اللي بيكون مع الراجل اللي داخل المناقصة، وبيقول له انه عايز كام مقابل انه يطلع من المناقصة دي. فبيقول له الراجل انت محتاج فلوس كتير لانه عارف ان المناقصة دي مهمة قوي لأدريم. ولما بيجي الراجل ينزل من العربية بيروح للي شغال مع أدريم مموته. بنرجع بعد كده لأدريم اللي بيكون قاعد مع ليلى وبيسألها على هاكان، فبتقول له ليلى انها طردته من الشركة. ولما بيسألها ليه بتقول له ان السي في بتاعه مش كويس، فبيقول لها أدريم انه كان زيه زمان وانه شاف اللي عمله هاكان قبل كده، وبيروح قايل لليلى انها توصل له باي طريقة. نعرف بعد كده ان الراجل اللي شغال مع أدريم قايل له انه يدور على القميص. بنعرف ان سوزان شغالة معاهم. بنرجع بعد كده لهاكان اللي بيكون في المحل مع ابوه. لما بيجي يخش عشان يجيب القميص ابوه بيزعق له وبيقول له لا ما تجيبش حاجة. في اللحظة دي بيجي صاحبه ميمي وبيقول له ان الراجل صاحب الشقة طرده منها ومرضيش يدي ليه غير هدومهم بس لانهم ما دفعوش الايجار بقالهم 3 شهور. ده غير كمان ان ميمي خسر كل فلوسهم في القمار. ولما بيعرف ابو هاكان باللي حصل بيقول لهاكان انه غلطان انه اعتمد على واحد زي ده. فبيضايق منه هاكان وبيقول له انت لو كنت ساعدتني ما كانش كل ده حصل. وبيروح قايل له انت مش ابويا وبيروح سايبه وماشي. وبيروح هاكان يقعد في ملهى ليلي وبيجي الميمي وبيعتذر له عن اللي حصل وبيقول له هاكان انه متضايق علشان خاطر مشروعهم مش هيعرفوا يعملوه. بعد كده بتيجي لي فكره وهي انه يروح يسرق القميص من عند صاحب ابوه
ابوه، وفعلا بيروح هناك هو وميمي وبيجيبوا القميص، وبيتصل هاكان بسوزان وبيقول لها انه عاوز يقابلها عشان يدي ليها القميص، وبيروح هو وميمي يقابلوها وبتقول لهم انها هتدي ليهم فلوس مكونه من 7 ارقام والمبلغ هيكون كبير. في اللحظه دي بيجي ابو هاكان وبياخد منه القميص وبيقول لسوزان ان القميص مش للبيع. في اللحظه دي بيجي واحد وبيضرب على كل الموجودين النار وبيتصاب ابو هاكان، وبتقدر سوزان انها تهرب بسرعه. وبعد اللي حصل ده بيروح هاكان واخد ابوه في العربيه، وابوه بيقول له انه يوديه لصيدليه الدكتور كمال وهو هيعالجه لانه مش عايز يروح المستشفى. ولما بيوصلوا هناك بيروح كمال واخد ابو هاكان علشان يعالجه، وبيقول لبنته اللي اسمها زينب انها تقفل كل الابواب. ولما بيروح هاكان يدور على ابوه مش بيلاقيه، وبيروح يقول لزينب انها توديه لابوها والا هيتصل بالبوليس. ولما بيجي يتصل بالبوليس بتروح البنت ماسكاه خانقاه، وبعد كده بتفوقه وبتقول له انه يهدى علشان توديه لابوه. بيروح بعد كده لميمي اللي بيكونوا مسكوه وبيقولوا ليه انه يقول لهم على مكان هاكان وابوه، بس ميمي مش بيرضى يقول لهم اي حاجه بالرغم من انهم عمالين يعذبوا فيه. نرجع مره تانية لهاكان اللي لما بيخش لابوه، ابوه بيقول له ان جه الوقت انه يعرف كل الحقيقه، وبيقول له ان كمال وزينب هيقولوا ليه كل حاجه وهيفهموه كل حاجه. وراح ابو هاكان ميت وبيقعد يزعل عليه هاكان وبيعيط وبيكون مش قادر يعمل اي حاجه. لما بيجي كمال يقول له هات القميص بيرد عليه هاكان وبيقول له ان القميص في مكان امان، بس بعد كده لما بيفكر بيروح مطلع عليهم القميص من الشنطه، وبتقول له زينب ان القميص ده هو مصيره، بس هاكان ما كانش فاهم منها اي حاجه. وبيروح كمال قايل له انه ياخد القميص ويلبسه ويشوف ايه اللي هيحصل. فعلا بياخد هاكان القميص وبيلبسه وبتبتدي حاجات في جسمه تتغير، وبيروح القميص داخل جوه جسمه وبتظهر فيه علامه كده. وهنا لما بتيجي زينب تضربه بالنار الرصاصه مش بتاثر فيه وبتخبط فيه وبترجع زي ما كانت. بيحكي كمال لهاكان وبيقول له ان محمد الفاتح هو اللي عمل القميص ده، لانه لما جه يفتح قسطنطينيه كان في مجموعه من الناس اسمهم الخالدين، ودول كانوا بيحاربوا محمد الفاتح بكل الطرق. وفي يوم بيحلم محمد الفاتح انه معاه خاتم وخنجر وقميص، ولما بيصحى من النوم بيعرف انهم هنا دول اللي هيقضوا على الخالدين دول. وبيروح محمد الفاتح بعد كده يعرف الناس اللي قريبه من الحوار ده، وبيروحوا واخدين القميص وبيعملوا فيه حاجات، وبعد كده بيدوه ليه مره تانية. وبيروح بعد كده لهاكان اللي بيكون تعبان قوي من بعد ما لبس القميص، بس كمال بيقول له ان لازم يحصل ليه كده علشان خاطر دي اول مره يلبسه. في الوقت ده بيكون لسه ميمو الناس بيعذبوه، بس هو برضه مش بيرضى يقول لهم اي حاجه. وبيروح بعد كده الراجل يتكلم مع مظهر اللي بيكون شغال مع عدريم، وبيساله عمل ايه مع ميمو، بس الراجل بيقول له ان ميمو مش راضي يعترف لحد دلوقتي. فبيقول له مظهر انه لازم يعرف مكان القميص فين، وان سوزان لسه ما ماتتش وفي العنايه المركزه، وانهم لازم يخلصوا منها قبل ما حد يروح يعرف منها اي حاجه. نرجع مره تانية لهاكان اللي بيطلب من كمال انه يخش ويتكلم مع ابوه. لما بيخش جوه بيقعد يعيط وبيقول له ان ليه ما قالوش على الحقيقه زمان. في الوقت ده بيكون كمال مع بنته زينب وبيقول لها انهم لازم يدربوا هاكان بسرعه علشان خاطر الخالد ممكن يظهر في اي وقت ويعمل فوضى في المدينه علشان خاطر يدور على المحافظ وهو هاكان. بس زينب بتقول له ان هاكان ضعيف قوي وصعب انها تقدر تدربه بسرعه، بس هتحاول معاه. بننتقل بعد كده لأدريم اللي بيكون قاعد مع ليلى والاتنين بيقعدوا يلعبوا مع بعض شطرنج. فجاه بيقول لها أدريم انها تتصل ليه بهاكان علشان يجي يشتغل معاه، بس ليلى بتقول له انه مش هيبقى قد الشغل معاه، بس أدريم بيقول لها انه عاوز يقابله النهارده بالليل وبيسيبها ويقوم. نرجع بعد كده لزينب اللي لما بتروح تدور على هاكان مش بتلاقيه، وبتروح تقول لابوها بسرعه. في الوقت ده بيكون هاكان راح يشوف ميمي فين، ولما بيوصل للمكان بتاعهم بيلاقي فيه رجاله واقفين بيسالوه عليه، بس بتيجي جارته وبتقول له انها عاوزاه، فبيطلع ليها وبتقول له انها عاوزه تعرف هو فين بقاله فتره مختفي ومش باين، وميمي برضه. بس هاكان بيكون مستعجل وبيقول لها انه هيبقى يجي ليها في وقت تاني ويقول لها على كل حاجه. بيروح بعد كده للمستشفى اللي فيها سوزان، وبيكون كمال رايح ليها هناك علشان يعرف منها ايه اللي حصل. بس في الوقت ده بيكون مظهر هناك وبيروح داخل الاوضه اللي فيها سوزان وراح مموتها وخرج من المستشفى. لما جه كمال يخش الاوضه بتاعتها لقاها ميته وملحقش يعمل معاها اي حاجه. بيروح بعد كده لهاكان اللي بيرجع لبيت ابوه وبيقعد يمشي فيه، وبيروح ياخد صندوق وبيتفرج على الحاجه اللي فيه، وبيلاقي فيه صوره قديمه لابوه وكمال وواحد اسمه مراد. وفجاه وهو واقف بيلاقي زينب داخله عليه، ولما بيحاول انه يهددها بالمسدس بتروح ماسكه ايديه وبتروح موقعاه على الارض، وبتروح قايله له القاعده الاولى، وهي انك لما تمسك المسدس ما تقربش من الخصم. وبتقول له يلا علشان نمشي من المكان بسرعه قبل ما حد يجي هنا ويشوفهم. وفي الطريق وهم ماشيين بتتصل ليلى بهاكان، وبتقول له انها كانت عماله تتصل بيه وهو مش بيرد، وبتقول له ان أدريم عايز يقابله علشان يشتغل معاه، بس هاكان بيقول لها انه ما بقاش محتاج الشغل ده. لما ليلى بتساله هو مش كان امبارح حلمه انه يشتغل مع أدريم، راح رادد عليها هاكان
هاكان وقايل لها ان الحلم ده كان امبارح ودلوقتي اتغير وراح قافل السكه في وشها. ولما بيوصل بعد كده للمكان اللي المفروض هيقابل فيه ميمي بيكون في الاول مش لاقيه، بس فجاه لما بيبص حواليه بيلاقيه قاعد على كرسي بس مش قادر يتحرك. ولما بيروح علشان يفوقه بيكون الراجل واقف في الشباك وبيقعد يضربه في جسمه بس مفيش اي حاجه بتاثر فيه. وبتروح بسرعه زينب واخداه وبيجروا من المكان قبل ما حد يجي وراهم. لما بيروح بعد كده الراجل لمظهر وبيقول له على اللي حصل بيكون مظهر مش مصدق وبيفتكر ان الراجل اللي معاه بيضحك عليه، بس بعد كده لما بيطلع ليه الراجل حاجه لقاها وقعت من هاكان وبيوريها له بيروح مظهر قايل له انه لازم يلاقي هاكان باي طريقه. وهنا بنرجع لهاكان اللي بيروح يوري الكمال الصوره اللي لقاها، بيساله مين اللي اسمه مراد ده. بيروح كمال قايل له على الحقيقه وبيقول له انه مراد ده يبقى ابوه وانه كان اخر واحد مات من المحافظين وان هاكان هو اللي هيكمل مكانه. وهنا لما بيعرف هاكان ان الخالدين هم اللي كانوا السبب في موت ناس كتير بيحبها وقرر انه ينزل يتدرب بسرعه علشان ياخد حقهم كلهم من الخالدين. بيحكي كمال وبيقول ان في سنه 1502 الخالدين نشروا الطاعون في المدينه كلها وكل الناس يعتبر كانت ميته ومحدش كان قادر يقف قدام الخالد ده غير المحافظ اللي بيكون مراد ابو هاكان. بنشوف هاكان بيبدا اول يوم تدريب ليه مع زينب اللي بتوريه مجموعه من الحركات، ولما بيقول لها هاكان هيروحوا يدوروا على الخاتم امتى بتقول له شويه كده لسه بدري. ولما بيجي ابوها بتقول له انها هتروح الجامعه بتاعتها هتخلص شويه ورق وبعد كده هترجع تكمل اللي هي كانت بتعمله. نروح بعد كده الأدريم اللي بيسال ليلى عن هاكان، فبتقول له ليلى انها كلمته وهيجي بكره علشان يعمل المقابله. ولما بتيجي تقول له انه يشوف حد غيره بيقول لها أدريم انه عاوز هاكان. في الوقت ده بيكون مظهر بيقابل الراجل بتاعه اللي بيجي ليه وبيجيب له ورق مكتوب فيه كل حاجه عن نشأة صاحب ابو هاكان، بس مش بيكون الراجل عارف مكانه فين. فبيقول له مظهر انه هيدي ليه اخر فرصه في انه يلاقيه ويلاقي القميص فين والا هيبقى ليه تصرف تاني معاه. في الوقت ده بنروح لهاكان اللي بيتدرب المره دي مع كمال وبنشوف كمال بيقول لهاكان انه يهدي اعصابه خالص ويركز مع القميص. وبيروح كمال يجيب حته نار وبيحطها في ايد هاكان اللي مش بيكون حاسس بيها، بس لما بيتعصب بيحس بالنار وبيروح قايل له كمال انه يهدى وهو مش هيحس بحاجه. بيروح لليلى اللي بتروح لبيت هاكان علشان تسال عليه، بس جارته هناك بتقول لها ان مفيش حد بالاسم ده. بس ليلى بتعرف انها بتحور عليها وبتروح طالع عليها وبتقول لها ان أدريم عاوزه علشان يشتغل معاه. لما بتقول لها ليلى ده شكل هاكان مش بتاع شغل بترد عليه جارته وبتقول لها ان هاكان ده شاب مخلص وجميل واي حد يتمنى انه يشتغل معاه، وبتقول لها انها لو عرفت تكلمه هتخليه يكلمها. في الوقت ده بيكون كمال راح للمستشفى وبيخش لبتاع الامن علشان خاطر ياخد منه الفلاشه بتاعه المراقبه اللي كان عليها الفيديوهات ساعه ما سوزان ماتت. بيروح بعد كده الأدريم اللي بيجي ليه مظهر وبيكون عارف ان أدريم عايز يجيب واحد يشتغل معاهم في طاقم الامن اللي بيحرسه. فبيقول له أدريم ان مفيش حد هيوصل لمكانته وبيقول له يهدي اعصابه شويه ويروح يشرب عصير ليمون وبيروح سايبه وماشي. ننتقل بعد كده لكمال اللي بيروح يقول لزينب وهاكان انهم يروحوا لواحده اسمها عائشه علشان هي اللي معاها الخاتم وهيروحوا ليها علشان خاطر ياخدوه منها. وبتروح بعد كده زينب تفتح دولاب فيه اسلحه وبتخلي هاكان ياخد مسدس معاه علشان المهمه اللي هم رايحينها دي. وبيوصلوا الاتنين بعد كده لبيت عائشه. لما بيخشوا هناك بيلاقوا واحد نايم على الكرسي وفي ايده مسدس، ولما بيقوم بتكون زينب مهدداه بالمسدس اللي معاها وبتساله على مكان عائشه. فبيقول لها الواد ده ان اسمه كان وانه ابنها، وبيروح يطلعهم بعد كده للمكان اللي موجوده فيه عائشه. ولما بيقول لهم انهم مش هينفع يخشوا بالمسدسات زينب مش بترضى. ولما بيخشوا لعائشه بيلاقوها مش بتتكلم وبيقول لهم كان انها بقالها فتره كبيره على كده من ساعه اللي حصل لها لما جم ناس يهجموا عليها. وبيقول لهم كان انه هيروح يعمل لهم شاي لحد ما يخلصوا اللي هم عاوزينه، بس بنعرف بعد كده ان كان ده تبع مظهر وانه موجود هنا علشان اول ما يجي حد من المحافظين علشان ياخد الخاتم يروح متصل بيه ومعرفه. في الوقت ده بتحاول زينب انها تتكلم مع عائشه بس هي مش بترضى تتكلم، بس لما بيقرب منها هاكان وبيقول لها انه ابن مراد وبيوريها العلامه اللي في جسمه بتروح قايله له عائشه ان كان ده مش ابنها وانه بيسجل ليهم كل حاجه، وبتروح مطلعه ليه الخاتم من بقها. فبتروح زينب على طول ماسكاه، بس في اللحظه دي بتيجي عائشه وبتضربه بالنار وبتموته. وبتروح بسرعه قايله لهم عائشه انهم يروحوا يكسروا اللابتوب بتاع الكاميرا، وبتروح قايله لهاكان انها كانت مستنياه من زمان علشان تديله الخاتم وانها عملت كل ده علشان عارفه انه اخر المحافظين اللي هيقتلوا الخالدين. وبتروح مديه ليه الخاتم وبتقول لهم يهربوا بسرعه قبل ما رجاله مظهر ييجوا. وفعلا بينطوا الاتنين من البيت، ولما بيشوفهم واحد من رجاله مظهر وبيروح يضرب نار عليهم بيروح واقف قدامه هاكان وبياخد هو كل الرصاص. وبتروح زينب ضربه الراجل وام موتاه، وبيروحوا الاتنين يركبوا العربيه. ولما بيجي الراجل اللي تبع كان يتصل بيه وبيرد عليه هاكان
وبتروح زينب واخده منه التليفون ورمياه على الارض علشان خاطر محدش يعرف مكانهم فين. وفي الوقت ده بتتصل ليلى بهاكان وبتقول له انه يجي يقابل ادريم النهارده بالليل في الفندق. روح بعد كده لكمال اللي بيكون قاعد بيراجع كاميرات المراقبه علشان يعرف مين اللي قتل سوزان. في الوقت ده كان هاكان وصل للفندق. هناك اول ما بيشوف ليلى بيتكلم معاها بطريقه مش كويسه، وبيجي بعد كده مظهر وبيسلم عليه وبيقول له هاكان ان اسمه ديمير. بيسمع بعد كده هاكان مظهر وهو بيتكلم في التليفون عن كان اللي اتقتل، فبيعرف ان اللي ورا كل ده هو مظهر. فبيروح قايل لليلى انه عاوز يشتغل معاهم، وبيقول لها ان بسبب المشاكل اللي كان فيها كان رافض الشغل، بس دلوقتي لا. لما بيسمع كلامه مظهر بتعجبه طريقه تفكيره،